اللقطة وطبعا فيه فار، وإن كان طبعا الحكم النمساوي هارالد ليشنر الدولي منذ 2010 كان قريبا. هذه الكرة اللي تقدم من خلالها غريب، وفعلا عبد الرحمن الخيبري كان 12 دقيقة من زمن المباراة. السيد لويس كاسترو يوجه ويحدد من سينفذ الركلة ويعطي التوجيهات. في الصورة سالم قبوس، ذكرت لكم بأنه واحد من الحراس المميزين، وكان ضمن أفضل 6 حراس في الموسم الماضي على مستوى الشباك النظيفة، يأتي مرتب رابع. هذا التدخل كان واضح من الإعاقة، وإن حدثت فهي امتداد لمنطقة الصندوق حتى وإن كان خارج أرضية الملعب. ماني وضعه لويس كاسترو رأس حربة، وهو المتمرس والهداف الكبير والذي سيعطي ذات الانطباع أمام قبوس. يتقدم ماني وفي المرمى. نعم، النصر يعتلي الجبل ويرفع علامته ويقول أنا قادم إلى الأدوار المتقدمة من هذه البطولة. لن أجعل من هذه المباراة مفاجأة أو صدمة أو شيء آخر. حسم الأمر ربما في الدقائق المبكرة من علامة الجزاء وعن طريق ساديو ماني. هذا متوقع، فارق الإمكانيات وفارق